مشان يعطوا إنتاج أكثر أو يسهروا أو يدرسوا أكثر. تم اليوم عقد اجتماع بالمركز الصحي التابع لمجلس ناحية خط الحية، تطرق إلى عدة محاور ضمن هذا الاجتماع، منها المحور الاجتماعي والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الأسرة، وخاصة في الريف هناك ذهنية عشائرية منتشرة، وهناك عدة عوامل تؤدي إلى إقدام شبابنا وشاباتنا إلى الإدمان وتعاطي المخدرات، وأيضا تناول الجانب الصحي وهذا جانب مهم جدا، وأيضا الجانب الأمني بأن نكون يدا واحدة كأفراد المجتمع من أجل التعاون مع الجهات الأمنية لضبط حالات التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة. أيضا من خلال اجتماعاتنا في المدارس لأولياء أمور الطلاب والطالبات وفي المخيمات والمراكز الصحية كان هناك تقبل جيد من جميع الأهالي. تم تقديم الشكر للقائمين على هذه الحملة، حملة التوعية بصدد هذه الظاهرة الخطيرة، وتم تقديم عدة مقترحات وآراء ومداخلات من قبل الأهالي. حقيقة كانت هذه المداخلات غنية وهذه المقترحات أغنت هذه الحملة، وسوف يتم رفع مقترحات الأهالي إلى الجهات المعنية ليتم أخذها بروح المسؤولية والتوقف عليها بالأيام القادمة من أجل أن نكون متعاونين من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل في مجتمعنا. اليوم هذا الاجتماع يعتبر كمرحلة نهائية للمرحلة الأولى من حملتنا ضمن هذه الفترة، ونحن مقدمون على أعطال العيد وعيد الفطر المبارك. سوف يتم إيقاف هذه الحملة بشكل مؤقت والمباشرة بها والاستمرار بها بعد فترة أعطال العيد إن شاء الله. كلياتنا ما وعيب إذا أولادنا وقعوا بهالمشكلة هاي، ما وعيب الإنسان يغلط، بس الإنسان يتعلم، الإنسان يوعى، الإنسان يدارك الغلط إنه يتابع أولاده.